السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحه جيده. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله مع لي ديليس دو ساره راح ندير لكم كسره محشيه تجي بزاف بنينه، تهبل، تجي فارغه من الداخل وبواحد الحشو لداخل يجي بزاف بنين وما تعيش كامل. وقبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش ديروا لي جيم، تابوني وتضغطوا على زر الاشتراك باش يلحقكم كامل الوصفات تاوعي. اذا ما نطولش عليكم، نمر مباشره للوصفه وطريقه التحضير. اذا بالنسبه للمقادير واش عندي 2 كيلات تاع السميد يكون رطب، يعني انا نستخدم لا مارك ماما. وعندي 2 كيلات تاع فرينه، عندي نص كاس تاع الزيت، مغرف صغيره تاع خميره الخبز، ومغرف صغيره تاع السكر، وعندي هنايا مغرف صغيره تاع خميره الحلوه، وعندي مغرف صغيره تاع الملح والماء باش نلمو العجينه. اذا هنايا عندي 2 كيلات تاع السميد و2 كيلات تاع الفرينه. راح نخلط السميد مع الفرينه كما راكم تشوفوا. ودوكا راح نزيد لهم نص كاس تاع الزيت. والان راح نبسسهم مليح بهذه الطريقه، يعني حتى تدخل الزيت هذيك مع السميد والفرينه. والان راح نزيد هذيك الخميره، مغرف صغيره تاع خميره الخبز، ومغرف صغيره تاع السكر، ومغرف صغيره تاع الملح، ومغرف صغيره تاع خميره الحلوه. راح نزيدوهم مع بعض، راح نخلطهم بهذه الطريقه. ودوكا راح نطمهم بالماء، يعني الماء تاع الحنفيه من العادي. اذا راح نطم العجينه تاعي حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه ومتماسكه. اذا هاي ديك العجينه تاعي يعني جات طريه. وهنا راح نحاولوا انه ندلكوها شويه، يعني حوالي 4 دقائق 5 دقائق هكذاك. اذا نشوفوا هنا بعد ما دلكناها يعني شويه، شوفوا يعني كيفاش تجي، جات ما شاء الله. دوكا راح نخليها هاد لو ريسيبيون، راح نخليها ترتاح ما بين راح نوجد لا فاس تاعي. اذا دوكا راح نحضروا التكتوكه تاعنا. اذا واش عندي هنايا بصل قطعته هكا رقيق، وعندي طوماطيش، شويه فلفل، وعندي 2 سنينه تاع الثوم. وراح ندير له شويه تاع الزيت، ملح، فلفل كحل، فلفل عكري، وطماطم مصبره. اذا ناخذ الطاوه تاعنا، راح ندير له شويه تاع الزيت كما راكم تشوفوا. راح ندير البصل تاعنا يتقلى، وراح ندير له شويه تاع الملح، راح نزيدوا له شويه تاع فلفل الكحل. دوكا راح نديرو يتقلى على النار حتى وين يدبر لي البصل. دوكا راح نخليه حتى يدبر لنا هذا البصل. بيان سور راح ندير له الضغطه تاعو. اذا نشوفوا هنايا بعد ما تقلى لي البصل، دوكا راح نضيف له
طوماطيش والفلفل والثوم. دوكا راح نضيف له شويه تاع فلفل احمر، يعني فلفل عكري، وراح نزيد له مغرف صغيره تاع طماطم مصبره. دوكا راح نخليه يزيد يتقلى حتى وين يطيب لي هذاك الفلفل وهذاك الطوماطيش. اذا هاي ديك التكتوكه تاعنا كيفاش جات، يعني جات ما شاء الله، والبنه ما نقولكمش. وهنا اللي حبت تزيد يعني شويه تاع الزيتون الخضر كيما تحب، يعني لكم الاختيار. دوكا راح نخلوها تبرد. اذا هاي ديك لاباط تاعنا، يعني بعد ما ارتاحت لنا، شوفوا يعني كيفاش جات خفيفه، جات ما شاء الله. دوكا راح نقسموها على زوج، يعني وحده لازم تجي صغيره شويه والاخرى تجي كبيره. اذا هاي درنا زوج، هذه راح نخلوها في جهه. دوكا راح نحكم بابي كويسون، يعني باش تجيني الخدمه سهله. راح نبدا نحل فيها. دوكا راح نحلوها في الحلال بهذه الطريقه، يعني راح نحلوها بسمك رقيق. كما راكم تشوفوا راح نحاولوا انه نديروها يعني مدوره. شوفوا يعني كيفاش جاتني مدوره. دوكا راح نحلو لا دوزيام بات. يعني راح نحلوها بنفس الطريقه. يعني هذه راح تجيني صغيرة على هذه، يعني راح تجيني صغيرة على الأولى. إذا شوفوا يعني راني درت زوج كما راكم تشوفوا. دوكا راح ناخذ كبيرة. إذا دوكا راح نبداو نديرو في الحشو تاعنا. إذا راح ندير كمية من التكتوكة. يعني هنا ما لازمش توصلوها للأطراف. يعني كيما راكم تشوفوا يعني هاد الكميه تاع التكتوكه يعني دارت لي وحده تاع كسره.
صدقوني يعني صدقوني يعني هاد الكسره راح تجيكم خفيفه وبنينه، راح تجينا فرغه يعني من الداخل وبواحد الحشو للداخل بزاف بنين. يعني ما تعيش كامل. فوالا. اذا دوكا راح نضيف لها شويه تاع الفرomاج. بالنسبه للفرomاج راح ندير لها هاد الفرomاج يعني اتارتيني، يعني يتباع عند مستلزم الحلويات ولا في لي سوبيرات. انا يعني شريته عند مستلزم الحلويات، راه اون بروموسيون، شريته ب 75,000. شوفوا يعني كيفاش راح يجيني من الداخل. دوكا راح نحكم مغرف صغيره ونبدا نضيف غير بشويه. يعني هنا ما نكثروش بزاف بيسك راح نزيدو نديرو الفرomاج غابي. يعني سي بون. اذا دوكا راح نديرو لها فرomاج. عندي هنايا فرomاج تاع الشيدار، يعني يتباع بالميزان، وزدت لها شويه تاع الشيدار هذا تاع لومبورطاسيون، يعني هذا لوكال وهذا لومبورطاسيون. راح نزيد لها فرomاج. وهنا اللي حبت يعني تزيد الزيتون الاخضر لكم الاختيار. هكذا والله الا عاد غير تقولي بيتزا. دوكا راح نزيدو الكسره الدزيام، راح نديروها من الفوق. يعني بهذه الطريقه ولا اسهل. دوكا راح نحاول نغلقوها بهذه الطريقه. يعني هكذا باش نضمن بلي ما تتحبش في المقله ولا في السنيوه. هكذا كيما راكم تشوفوا. دوكا راح نحاول نبسطها بيدي هكذا بهذه الطريقه. يعني راح نحاول نغلقها مليح. اذا هايدي كيما راكم تشوفوا. دوكا راح نطيبوها يعني في السنيوه اللي كنت سخنتها من قبل. شوفوا يعني كيفاش رفدتها. اذا دوكا راح نبداو نطيبوها يعني عادي كيما نطيبو في الكسره. وراح نحاول نثقبوها يعني غير بشويه هكذا، يعني بالكوردون. يعني هنا غير تبدا تتحمرنا على الجهه الاولى راح نقلبها على الجهه الثانيه. اذا نشوفوا هنا بعد ما قلبتها يعني طابت لنا الجهه الاولى. دوكا راح نخلوها تطيب لنا من الجهه الثانيه. يعني شوفوا هنا كيفاش جاتني شابه، جاتني حميمره، جاتني ما شاء الله. اذا هاي لك الكسره المحشيه تاعنا، جات حميمره، جات شابه، جات مقرمشه برا وطريه داخل. دوكا راح نقسم لكم يعني باش تشوفوا القوام تاعها كيفاش يعني جا من الداخل.
اذا نشوفوا يعني كيفاش جات من الداخل، جات ما شاء الله، جات خفيفه ريشه. دوكا راح نقسم لكم ان مورسو باش تشوفوا كيفاش جات. شوفوا يعني كيفاش جات من الداخل، جات ما شاء الله، وجات طريه تانيت، والذوق تاعها ما نحكي لكمش. والله غير علامه. يعني هاد الفطيرات هو مليح مع هاد السخانه، ومليحه تاني يعني تدوها معاكم كي تروحوا للبحر، يعني صدقوني ولا اروع. اذا نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، وان شاء الله تعجب لكم تانيت. واذا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم، تابوني وتفعلوا الجرس، وتاني ما تنسوش تبارطاجيو مع الاصدقاء، وتاني وتخليوا لي رايكم في لي كومونتير، والى مولفين تاني ديروها ولا لا. اذا لحقنا لنهايه الفيديو، ما بقى غير نقول لكم شهيدكم في الجنه، مع السلامه.